اعمل لكم النهاردة مقلوبة حلوة وخفيفة وسريعة ومن غير لا لحمة ولا فراخ. مقلوبة اقتصادية وطعمها تحفة وهتعجبكم احلى من اللي بالفراخ واللحمة. معايا بطاطس قطعتها دواير وقليتها، ومعايا بتنجان قطعته وقليته، وبصل شرايح ورصيتهم كلهم في صينية. وبعد كده جبت رز وغسلته وحطيت له شويه من البصل الشرايح، وحطيت لهم كوبيبه صيني وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وحبهان. وبعد كده رصيتهم، وبعد كده اتبقى معايا شويه بتنجان حطيتهم على الوش، وحطيت الرز فوق البتنجان عشان البتنجان ما يعومش. وبعد كده غليت ميه، وحطيت الميه، لازم الميه تبقى فوق الرز بسنتي. وبعد كده سبتها لحد ما تغلي على النار، وبعد كده هديت النار خالص وسبتها لحد ما تستوي لمدة ربع ساعة. من ما تستوي بقى عملت تومية حلوة وسريعة وخفيفة، علبتين زبادي ونص معلقة توم ورشة ملح، وقلبتهم وشوية خل، وحطيت عليهم زيت زيتون وقلبتهم، وبتبقى تومية حلوة ظريفة. لو مستعجلة اعمليها. ودلوقتي بعد ما استوت بقى، بصوا مفلفل وجميل جدا والطعم حلو. قلبتها بقى وطلعت تحفة وحلوة وبالهنا والشفا. وما تنسوش تجربوها، واللي يجربها ياريت يعمل لنا لايك او يكتب لنا في التعليقات ان هو جربها. اهي بصوا شكلها ولا التورته بقى. بصوا بقى حطيت عليها تومية، هي بتتاكل كده بالتومية. تقلبيها بقى وتاكليها، طعمها تحفة بالهنا والشفا.